وحشتوني جدا جدا جدا. صباح يوم جديد وبداية أسبوع جديد وبداية شهر جديد. كل سنة وانتوا طيبين. أنا بقول كل سنة وانتوا طيبين ليه؟ ازيكم يا جماعة؟ وحشتوني جدا. مش عارفة كل سنة وانتوا طيبين على ايه، هي جت معايا كده. يا رب يجعله كده بداية يوم جديد يكون خير علينا، يكون بداية أسبوع جديد خير علينا، بداية شهر جديد يجعله خير وبركة علينا، ويرزقنا كل اللي نفسنا فيه. كل واحد نفسه في حاجة ربنا يرزقه بيها، أيا يكن ايه هي، أيا يكن ايه هي. اطلبي المستحيل من ربنا. خزائن ربنا ما بتخلصش، حرفيا خزائن ربنا ما بتخلصش. اطلبوا كل اللي انتوا عاوزينه، اطلبوا كل اللي بتتمنوه. ركعتين قيام ليل، ركعتين في جوف الليل، قادرين يحققوا كل حاجة. الدعوات يا جماعة، ادعوا طول الوقت، ادعوا وانتوا قاعدين ادعوا، بالليل ادعوا، وقت الصلاة ادعوا، بين الأذان والقيام ادعوا، الأذان والقيام ادعوا. ادعوا ادعوا باللي انتوا عاوزينه، ادعوا اللي نفسكم فيه. بس انا عايزه اقول لكم، وانتوا بتدعوا دايما قولوا يا رب ارزقني الخير في الحاجه دي، لان ممكن اللي انتوا بتدعوه مش خير خالص. شايفين عندي التكييف نقط ميه وغرق لي الدنيا دي وغرق لي السجاده. انا اصلا السجاده دي كنت عاوزه اغسلها، فانا هشيلها عشان كده هتكمكم، هحطها في البلكونه. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. تمام. عشان الراجل يجي بقى ايه يشوف التكييف. هو قبل كده عمل كده، بس الراجل كان قال ان هو التكييف محتاج ان هو يتنضف، فعاوزه انضف البلكونه اللي جوه واشيل السجاده دي احطها في بره ونشوف هنعمل ايه. فادعوا كل باللي نفسكوا فيه، بس دايما ادعوا يا رب رزقني الخير. ممكن انا نفسي في حاجه معينه وده مش خير عليا. ممكن عماله ادعي مثلا بحد معين، يعني حد كده شخص بحبه، وعماله اقول يا رب ارزقني بيه، يا رب انا نفسنا نتجوز، يا رب يا رب يا رب، وهو في الاساس البني ادم ده مش خير ليكي، مش خير ليكي. فدايما ادعي ان ربنا يرزقك بالخير. ادعي ربنا يرزقك بالحاجه اللي تناسبك، بالحاجه اللي تريحك، بالحاجه اللي ترضيكي. نصيحه يا جماعه. وادعوا بكل حاجه نفسكم فيها، كل حاجه نفسكم فيها، كل حاجه انتوا عاوزينها، كل حاجه تتمنوها اطلبوها. انا كواحده ليا امنيات عند ربنا. دايما بقول ربنا قادر، ربنا قادر، بس ليها وقت، ليها وقت مناسب مش وقته. ممكن ربنا اتأخر عليا النهاردة، مش هتأخر عليا بكرة. ممكن ربنا، انا عارفة متأكدة، يعني انا بدأت بحاجة معينة نفسي فيها قوي قوي، فبقول ربنا لسه ما أذنش ان يرزقني بها دلوقتي. هو ربنا رزقني بيها بس لسه الوقت المناسب مش دلوقتي، لسه وقته مش دلوقتي. ماشي، فانا راضيه. وربنا هو بتدعوا بالحاجه اللي نفسكم فيها واللي يرزقكم بيها، ادعوا ان ربنا يراضيكم بيها. دي مهم جدا جدا جدا. وحشتوني جدا، وحشتوني جدا والله. عايزه اقول لكم ان انا بعد يوم الخميس والجمعه طبعا، وببدا التصوير يوم السبت، بحس كده ان انا يوم السبت كسلانه. يعني بحس اللي هو عارفين اللي انا خدت الخميس والجمعه مريحه مره واحده، السبت بصور. بحس ان انا ماليش نفسي ان انا اصور، او ماليش طاقه ان انا اصور. مش عارفه يعني، او انا لازم اصور كل يوم او مثلا ما اقطعش. بس انا مثلا مخليه الخميس والجمعه ليه؟ لان دول الاجازه بتوع بنتي. فانا عشان برضو يعني انا من ساعه ما عملت النظام ده ليا وانا حاسه ان انا بقيت ملتزمه في التصوير. الاول عشان ما كنتش حاطه ليا سيستم في التصوير، فممكن ما كنتش بلتزم. بس من ساعه ما حطيت السيستم ده، لا انا بقيت ملتزمه جدا جدا جدا. ممكن افوت يوم كده، بس يعني في الاغلب انا، يعني في الاغلب انا ملتزمه. فحتى انا يعني بقيت اللي هو عارفين يعني اللي هو لا ببتكر حاجات ان انا اصورها لكم كده.
تمام. فهو انا عايزه اقول لكم ان انا برضو في الاول في الاخر انا روتينات، يعني روتينات اللي احنا بنعمله كل يوم، بس هو الهدف ان احنا بنشجع بعض على الروتين ده. والهدف التاني ان انا ممكن بركز على التفاصيل، في ناس بتنساها في التنظيف، يعني في تفاصيل معينه ممكن كتير ينسوها في التنظيف، فانا برضو بكون معتمده ان يعني ان ده يكون هدف في المحتوى بتاعي. دي نقطه. ونقطه تانية، احنا بنشجع بعض، يعني احنا بنشجع بعض. على فكره انا مثلا ممكن اسمع واحده بتنظف، هي بتعملش حاجه ماشي، بس هي بتديني باور ان انا اقوم انظف. دي حاجة. انا عاوز اقول لكم ان انا مثلا في ناس بحب يعني اسمع لو واحدة بتطبخ كده وبتعمل ملوخية ورز وفراخ. انا يا جماعة الاكلة دي بعشق ان انا اقعد اتفرج عليها، بحبها جدا، بحب اتفرج على الاكلة دي لما بيعملوها. اي بلوجر او اي حد بيعمل رز وملوخية وفراخ انا بقعد اتفرج. يعني هل انا ما بعرفش اعملهم؟ لا، بعملهم حلوين جدا. بس هل انا مثلا لا، هو كده حب كده، مش عارف، بحس ان انا مبسوطه وانا بسمعهم، بحس كده بدفى، بحس كده ان احنا في امان. فده يعني حته برضو ان الواحده بتيجي تقعد تسمع روتينات او تسمع روتين كده يومي ما فيهوش اي حاجه، بس هي بتاخد دفى وامان من الفيديو. تمام. عايز اقول لكم بقى ان انا ان شاء الله باذن الله بحضر لكم فيديو هو مختلف، غير الطبيعي، غير بقى الروتينات وكده، بس هو هينفع كل عروسه داخله على الجواز، وكل ست حست ان هي اهملت شويه، فنبدا ان احنا يعني هي مش عارفه تبدا منين، فاحنا ننورها ونخليها هي تبدا منين. آه ف فده ان شاء الله باذن الله. الفيديو ده انا لسه مصورتهوش، بس انا برتبه، بشوف انا هعمل ايه. انا بصوا اول بقى الشهر انا يعني عامله لنفسي كده مكافاه ان انا اجيب حاجه نفسي فيها، حاجات نفسي فيها، اذا كان بقى في البيت، اذا كان ليا، بس مش حاجات مبالغ كبيره، يعني حاجات صغنطاطه كده، حاجات صغيره. مثلا عاوزه ماسكات، عايزه اجيب لي اللي هو يعني عارفين الحاجات الشخصيه بتاعتي انا، يعني الحاجات الشخصيه بتاعتي انا، الحاجات اللي انا مثلا النسكافيه بالنسبه لي الحاجات الشخصيه، لان مفيش حد في البيت بيشربه الا انا. فعاوزه اقعد كده ايه، انا فطرت كنت بسمع فيديو كده لبلوجر برضو بحبها قوي 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 قوي، ومن الستات الناجحه، الستات الشاطره، الستات اللي هي ب100 راجل. هي دي الستات الناجحه، هي دي الستات اللي ما بتقفش. انا بحب اسمعها قوي ما شاء الله، وربنا والله العظيم هي ما شاء الله نقله في بيت جديد. انا البنت دي كل ما تيجي في بالي انا تلقائي بدعي لها ربنا يسترها عليها. اول حاجه ربنا يسترها عليها وعلى اولادها، ربنا يبارك ليها حرفيا، ربنا يبارك لها بجد بجد. ولان هي انا بحب الستات الشاطره، بحب الستات اللي هي الناصحه، بحب الستات القويه، بحب الستات اللي ما بتعطلش على راجل، ما بتعطلش على اي حاجه. خلاص انت ما اتظبطتش معايا، لا انا مش هقف، فاهمين؟ انا مش هقف. انا بحب الناس دي، انا بحب الستات دي اللي هي بتتعامل في الحياة بكل أدب وبكل احترام، مش بقلة أدب وبقلة ذوق. يعني تلاقي واحدة الست كده بلطجية، وتلاقي الست كده بتتعامل معاملة أنا أصلا أنا واخدة دور الراجل. لا، انت واخدة دور الراجل، بس ما تتعامليش بالأسلوب القذر اللي هو أصلا الراجل ممكن ما يتعاملش بيه، فاهميني؟ فدي هي البنت دي مثال للأدب للاحترام، حتى هي من النوع اللي هي بترد، فبس بترد ردود هي عندها حق فيها. ماشي. على فكرة انا يعني انا بحب اسمع لان هي فاهمة شخصيتي شوية. ماشي. فربنا يبارك ليها، انا دايما بدعي ليها كتير قوي، بدعي ليها كتير قوي، وبعد اقول ربنا يسترها عليها، ربنا يبارك ليها، ربنا يحفظها بجد. لان في ناس بجد مريضة، في ناس لما بيشوفوا واحدة زي دي ناجحة، والله العظيم يا جماعة، والله العظيم يا جماعة ما تعرفوش ايه اللي بيجرى لهم، ما تعرفوش ايه اللي بيحصل ليهم. بتلاقي الغل، وفي ناس بقى ما بيعرفوش يخبوا الغل والحقد، يعني ما بيعرفوش يخبوا. بتلاقي الغل والحقد، في ناس بتقدر تداري الغيرة، بس في ناس ما بتقدرش، والناس بقى بتبان غيرتها في غلها. يا الله يا الله يا الله.
يلا ربنا يحفظنا منهم يا رب. هنا كنت خلصت الاوضه زي ما انتوا عارفين، كان التكييف بهدلي، التكييف كان محتاج يتنضف ومنضف، ما عملناهوش اصلا صيانه الصيف ده، فبقى ينقط وكده فبهدل لي الدنيا. مستنيين بتاع الراجل بتاع التكييف عشان يجي ينضفه ويظبطوا كده، علشان عمال يخر ميه وانا قلقانه الصراحه قلقانه. المهم شغلت كده على دورة غسيل، وبعدين ايه هنروح بقى نعمل ايه؟ كيكة. انا عندي جوزي بيجيب اللي هي الكراتين بتاعت الكيكة، بس الصراحة مسكرة قوي وفي نفس الوقت بنتي بتاكل منها، فانا قلت لا انا عاوزة اعمل لها كوب كيك علشان تاخدها معاها الحضانة يعني. حتى لو هي مثلا هي ما شاء الله بتحبها برضو، ادم بتحبها وانا بديهولها في الحضانة، فاعمله في البيت. هو ما بياخدش اي حاجة يعني، ولا بياخد مجهود ولا بياخد وقت ولا بياخد حتى الكميات، ما بتعمليش كمية كبيرة، انت بتعملي كمية صغيرة جدا. فاللي هو والله ما خدش معايا اي حاجة، فقلت بقى ايه اعمله لها، بدل ما نجيب اللي هي التوينكز والحاجات وهوز مسكرة قوي ومواد حافظة، لا خلينا نعمله في البيت وحاجة صحية وحاجة حلوة. والله انا عايزه اقول لكم ان انا عملت الكيكه، طبعا الفيديو كنت بادئه من الصبح، بس الكيكه بقى عملتها على الساعه كانت الساعه حوالي 12 بالليل يعني. فهنا بقى ايه جيت احط المقادير بقى معاكم، حطيت هو نص كوبايه من الزيت، وعلى فكره ممكن اقل شويه كده يعني ماشي، لان حسيت ان الزيت كان كتير شويه. المهم زيت كده واروح ماشيه على الكوب كده ماشي، هروح ماشيه على يعني انا قلت ايه ان انا اجهز غسلته، هو طبعا غسلته عشان من الركنه كان متطرب، لان انا بعمله كل فين وفين، فروحت عاملاه كده. وبعدين بقى ايه هسيبه، هروح بقى ايه اعمل الكيكه. هنا حطيت نص كوبايه من السكر، كنت هقول لكم من الرز من السكر، بس يعني هو النص كوبايه حلو طلع مظبوط، مظبوط يعني سكره حلو، يعني نص كوبايه سكره حلو. وحطيت بيضتين 2 بس، هنا كانت بنتي عماله تزن ومش مبطله، رحت ماسكاها شايلها وحطيت بقى اللبن. هنا كان عندي شويه لبن فحطيتهم بقى ايه يسخنوا قبل ايه ما اعمل. وطبعا الفرن عملته على 175 درجه حراره، 175 او 180، بس انا ما عنديش ال 180، عندي 175 و 185، فانا حطيته على 175. طبعا ادت الفرن من قبلها عشان لازم يكون سخن من قبلها، وسخنت اللبن بعمله بلبن ساخن. جربوا طريقه اللبن السخن بدل لبن بارد يا جماعه، قسما بالله خطير. الكيكه بتطلع طريه وهشه جدا، ما شاء الله ما شاء الله، حلوه قوي قوي. فاعملوها باللبن الساخن، واعملوها بالطريقه اليدوي، ما تعملوهاش ولا بمضرب كيكه اللي هو مضرب البيض ده، ولا تعملوها في الخلاط، تعملوها يدويا. والله العظيم خطيره يدويا، هي يدويا احلى بمراحل بمراحل عن التانية دي. المهم هنقعد نقلب كده السكر مع البيض مع الفانيليا ماشي كله في بعض في بعض، وبعدين بروح حاطه الزيت، بفضل اقعد اقلب وبعدين بقعد احط الدقيق بالتدريج. خد قد ايه الدقيق؟ خد كوبايه ونص من الدقيق، كوبايه ونص من الدقيق. وهنا بقى رحت اخر حاجه حطيت البيكنج باودر، حطيت في حدود معلقه كبيره من البيكنج باودر. فهقعد اقلب كده كده، بس التقليب بقى ايه بيبدا ايه خفيف يعني، عارفين اللي هو ايه التقليب ايه ما بيبقاش كتير قوي، لحد بقى ايه هروح حاطه بقى ايه، حطيت كوبايه من اللبن، بس كان المفروض احط كوبايه الا ربع او ايه اقل من كوبايه يعني، لان هو حسيت اللبن كان كتير ماشي، فروحت حطيت زودت شويه من الدقيق. هنا التقليب عباره عن اللي هو انت بتخلي كله يتجانس في بعضه، علشان ايه؟ علشان التقليب بعد مرحله اللبن ده غلط، تقليب الكيكه اصلا في الاخر كده غلط. تقلبي جامد قوي مع في اللبن في البيض والسكر، بصوا الحركه، والفانيليا، تقلبي جامد. بعد كده لا كله بقى ايه بيدخل في قلب بعضه. الواحده دي بصوا عشان اللبن سخن فبيبقى سايب قوي يعني، بيبقى سايب قوي. هنا بقى كنت خلاص يعني كانوا عارفين اللي هي ايه
هبدأ انضف بقى ايه حوالين الكب كيك والتنقيط والكلام ده. هو كان عاوز حاجة ببوز، عارفين حاجة ببوز كده. هنا بقى كان استوت وطلعت، خدت حوالي نص ساعة او اقل كمان. وهنا كان الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم. باي باي.